أنه كثير من جماهير نادي النصر تتصل عليك يا تركي وخليك في مكاني وتبكي معك، واللي يقول أنا حسبي الله أنا في المستشفى مع كل خسائر وكل ذهاب بطولات، وأشهد الله على ما أقول عشان لا يقولون هذا الرجل منين جاي ذا. وحسبنا الله، أنتم السبب في أنكم خلتونا نعشق هذا الفريق. ماذا تريد أني أرد عليهم يا تركي؟ أقول أرجع العمر؟ أقول ما عندي مادة، ما لي إلا أقول وما لي إلا واجبي أقول الحقيقة. هذا اللي أنا أقدر أقوله لهذا الناس وهذا الكيان. في انتقاداتي السابقة يا تركي لم أتطرق لفيصل بن تركي، رغم أني أعرف. يعني خليني أقول لك في البداية أعرف وأنا أقسم على ذلك أن الوعود والأحلام الوردية والنسب المئوية وال200 مليون ما هي إلا لن أقول الكلمة. ليش ما تبغى تقولها؟ على كل حال خليني أحطها نقاط لن تتحقق من هذا الرجل، لكني لم أعرف هذا شيء في البداية، لكني في الأخير لا أعرف يا تركي استراتيجية وتخطيط هذا الرئيس. هل معقول أن كل من قال الحقيقة أتهمتهم أو هضمت حقوقهم أو حطيتهم متآمرين؟ هل من كل من قال الحقيقة هذه؟ تركي الرئيس أبو تركي للأسف جاء من سفرية أمريكا ويتنقل من قناة إلى أخرى، ولم يستفيد نادي النصر منه. يتنقل وواضح أنه شائل وأنه محتقن كثير على كل من قال الحقيقة. طب فهد، أنا بس بقول شيء الحين، ما جاوبني على سؤالي اللي أنا سألتك في البداية، اللي هو أنت ساومت نادي النصر على منصب مدير الفريق بمقابل حفل الاعتزال. قل لي وربك من علمك درس الجروح، يا قوي قلبك تجرحني من قلب وتروح. قل لي وربك من علمك درس الجروح، ما جاك مني يجرحك ولا جاك مني يألمك، ما جاك مني يجرحك ولا جاك مني يألمك. ليه القساء قلبك نزاع، ليه القساء وقلبك نزاع. أتعبتني وليه التعب، واجهني لو مرة بسبب. أتعبتني وليه التعب، واجهني لو مرة بسبب.